ناس كتير بتبقى داخلة أي شهادة مهنية وكل تركيزها إن الامتحان يخلص وخلاص، وإن النتيجة تطلع وينجح، وتحط اسم الشهادة جنب اسمها. بس الحقيقة إن الامتحان نفسه مش هو القصة، وإن القصة الحقيقية هو أنت هتطلع إيه بعد ما تخلص الامتحان. أي شهادة مهنية مش معمولة عشان مجرد إنها تزودك معلومات وبس، هي أصلا معمولة عشان تغير طريقة تفكيرك، معمولة عشان تنقلك من عقلية موظف بينفذ وخلاص لعقلية شخص بيفهم، بيحلل، بيعرف ياخد قرار. أي شهادة مهنية هتدرسها هتلاقي فيها مواضيع كتير. خلي بالك إن المواضيع دي هي مش مجرد فصول في كتاب، دي أدوات شغل حقيقية بتستخدم كل يوم جوه الشركات، وبيتقاس بيها أداء الناس اللي في مواقع التأثير. لو انت اتعلمت المواضيع او الادوات دي لمجرد الحفظ، انت هتعدي الامتحان وهتنجح، بس هتنساها بعده على طول. لكن لو فهمتها، انت كده بتتعلم لغة جديدة، لغة الناس اللي بتفكر قبل ما تقرر، وبتحسب كل حاجة قبل ما تاخد الخطوة دي. عشان كده طريقة المذاكرة نفسها لازم تتغير معاك. ما يبقاش سؤالك الأساسي أنا بذاكر إيه، لكن تسأل نفسك أنا بذاكر ده ليه؟ ليه الفكرة دي أصلا موجودة؟ ليه النظام ده اتعمل؟ ليه القرار ده صح والقرار ده غلط؟ لما تفهم السبب هتلاقي إن السؤال نفسه بدأ يفقد قيمته. هي نفس اللقطة، الامتحان ممكن يغير الصيغة، يلف ويدور معاك في الألفاظ، لكن الفكرة عموما عمرها ما بتتغير. فلو الفكرة وصلت لك، أي سؤال هيقابلك هتعرف تفكر فيه صح. نفس الكلام في الحل، انت لازم تحل كتير، بس الأهم من الحل نفسه انت بتحل ازاي. فالأهم هنا انك تحل بعقلك مش بإيدك. عدد الأسئلة مش مهم، المهم انت فكرت ازاي ووقفت ازاي قدام كل سؤال. خلي بالك ان الامتحان مش بيقيس سرعتك في الاختيار، هو بيقيس قدرتك على الفهم والتحليل واتخاذ القرار. ودي بالظبط نفس المهارات اللي انت هتحتاجها في شغلك بعد الشهادة. خلي بالك ان الشغل او الواقع العملي في الشركات ما بيكونش فيه 4 اختيارات انت بتختار منهم، مفيش انسر كي، في قرار واحد لازم يتاخد وانت المسؤول عنه وعن نتائجه. وفي الآخر لازم تبقى فاهم إن الشهادة مش نهاية الطريق، دي بداية لطريق جديد. هي جسر، الشهادة بالنسبة لك هي مجرد جسر، وأهم حاجة في أي جسر مش شكله ولا طوله ولا عرضه، لكن أهم حاجة فيه هو هيوصلك لفين في الآخر. فلو أنت عديت الجسر ده اللي هو الشهادة وأنت لسه بتفكر بطريقة الحفظ، يبقى الشهادة بالنسبة لك هي مجرد سطر زيادة في السي في بتاعك. لكن لو انت عديت الجسر ده وانت فاهم الشهادة، فاهم المواضيع اللي فيها، وعارف ازاي تطبقها على أرض الواقع، هتطلع بعد الامتحان شخص مختلف، شخص وجوده وشغله باين وبيتكلم عنه، شخص ليه رأي وبيتسمع، شخص شغله هو اللي بيتكلم عنه. فخليك دايما واخد بالك من اللقطة، ان الامتحان كده كده هيخلص، بس السؤال الأهم اللي لازم تسأله لنفسك وتسيبه في دماغك، انت هتطلع بعد الامتحان ايه؟